اتفضل يا كريم قُل لي، بتشكي من إيه النهارده؟ يا دكتور أنا مش جاي أشتكي، هو أنا لو اشتكيت مين هيساعد الناس أُمّال؟ أنا جاي بالأساس عشان أساعدك. تساعدني أنا؟ بصراحة أيوه، أنا شايفك أنت مُرهق جدًا يا دكتور، إيدك بترتعش، صوتك مكتوم، وفي عينك نبرة حزن وشايل الهموم، أنت محتاج حد يسمعك بجد، وأنا جاي هنا عشان أسمعك، عشان أنت بتسمع لناس كتير جدًا. ياه! طيب بُص يا كريم خلّينا نركّز معاك النهارده شوية، إحنا هنا كُلّنا عشانك أنت. ما هو أنا كده باحب أركّز مع الناس التانية، عادي جدًا على فكرة، أنا عندي موهبة إنقاذ أي حد، حتى لو كان دكتور نفسي. تمام، قُل لي بقى بتحس بإيه لمّا الناس كُلّها حواليك تكون محتاجة منّك حاجة؟ باحس إني عايش طبعًا، بس بصراحة لمّا ما حدش بيحتاجني، باحس إني تافه وما ليش لازمة. بس حضرتك ما تقلقش، أنا تمام جدًا. لو حضرتك تمام أنا ممكن أعمل لك شاي بالنعناع يهدّي أعصابك. أنت جاي تعالجني أنا يا كريم والّا تعالج نفسك؟ إحنا الاتنين يا دكتور طبعًا، دي علاقة تكاملية، أنا أساعدك تساعدني، وأنت تساعدني أساعدك عشان تساعد الناس، يعني يا دكتور دايرتك النفسية لازم تكمل طبعًا. كريم، أنت مش منقذ، أنت مُجهد بس، في فرق كبير بين اللي بيحاول يساعد الناس فعلًا، وبين اللي بيهرب من وجعه وبيعمل إسعاف عاطفي لكل اللي حواليه. طيب يا دكتور نعتبرها خدمة عامة كده، أنا مجرد مشروع إصلاح وإنقاذ متنقل، يعني لو حضرتك مش فاضي أنا ممكن أساعد المريض اللي بعدي. ونقول مسا مسا على الناس الكويسة والمتفلسفة والمتفزلكة. في فيلم فرنسي اسمه أنتو شابل، بطل الفيلم ده راجل غني جدا لكن عمل حادثة وأصيب بالشلل الرباعي، فقرر إنه يوظف شاب صغير من حي فقير عشان يساعده. في الأول كل واحد فيهم كان شايف التاني حالة إنقاذ، الراجل الغني بيعطف على الشاب الفقير والشاب الفقير بيساعد الراجل الغني، بس الشاب ده كان عنده روح حلوة وجميلة ومرحة، وكان حر من المجاملات الأرستقراطية ومن الأقنعة ومن فكرة إنه يكون مثالي طول الوقت. في الواقع الولد ده ما كانش جاي يساعده، هو كان جاي يدور على وظيفة، والغريب إنهم الاتنين أنقذوا بعض. الغني المعاق علم الشاب الذوق، والشاب الفقير علم الغني المعاق إزاي يعيش. الغني علمه يسمع الموسيقى، والفقير علمه يضحك بجد من قلبه بصوت عالي. المساعدة هنا ما كانتش إني أشيلك، لكن إني أكون جنبك من غير ما أحسسك إن أنت أقل مني. بس إحنا يا فزلوك الصغير لأ، إحنا أول ما نشوف حد رايح بس يقع نقول له سيبها عليا يا نجم المرة دي، أنا هصلح كل حاجة، وكأننا شغالين في هيئة الإنقاذ الوطني للأرواح التعبانة. الفيلم ده مش عن الغني المعاق، الفيلم ده في الحقيقة عن اتنين اتعلموا ان الكرامة في العطاء والكرامة في التبادل. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت، ولو بتشوفني على اليوتيوب تعمل سبسكرايب لحسن انت عارف ايه اللي هيحصل لك مني. يلا قوم جهز لك فنجان اسبريسو دبل شوت، وما تنساش تلعب دور المنقذ معايا وهات لي معاك فنجان المرة دي. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقة جديدة من حلقات فزلكة وشوية دردشة، واللي بنناقش فيها موضوعات روحية ونفسية واجتماعية. المرة دي هنكمل كلامنا عن دور المنقذ في مثلث الدراما وازاي نتعافى منه. عارف يا فزلوك الصغير، كل اصحابي الاجانب لما بيجوا من بره بيوصلوا المطار بيقولوا لي نفس الانبهار، يا لهوي الناس هنا بتساعد بطريقه مش طبيعيه. طبعا يا فزلوك الصغير هما مش بيقولوا يا لهوي، واحد يشيل لهم الشنطه والتاني يفتح لهم التليفون والتالت يقول لهم استنى اديك هوت سبوت نت من عندي، والرابع يقول لهم تعالى اوصلكم ببلاش. بس ابو بلاش ده بيخلص لما يخرجوا من المطار. الموضوع بيبدأ ككرم مصري اصيل، بس ساعات بيتحول لحالة ادمان مساعدة، كأن عندنا يا فزلوك الصغير شعار وطني غير معلن وبيقول ما تسيبش حد يعتمد على نفسه ابدا. بس اهو هي دي النسخة المصرية من دور المنقذ، نقعد نقول سيبها عليا المرة دي يا ريس. احنا يا فزلوك الصغير نحب نحس ان احنا منقذين بالفطرة، يعني لو الشخص اللي قدامنا مش تايه نتوهه وبعدين ننقذه عشان نعمل نفسنا عملنا حاجة في حياتنا مهمة. وده بالضبط اللي بيحصل في علاقاتنا، بنساعد أكتر من اللازم وبنفتكر إننا فعلا بنحب، بس في الحقيقة ساعات المساعدة الكتيرة دي بتخنق أكتر ما بتشفي. بس قبل ما نكمل يا فزلوك الصغير خليني أعترف لك باعتراف بيني وبينك، بس ما تقولوش أبدا لحد. أنا ساعات بخاف إني أكون بلعب دور المنقذ وأنا بعمل الحلقات دي، يعني أنا اللي بقول لك بلاش تبقى منقذ أكون أنا نفسي اللي داخل أنقذك من نفسك. والمضحك المبكي يا فزلوك الصغير إن أنت ممكن تكون بتتفرج عليا وتقول في سرك يا سلام بيتر اهو بيحاول ينقذ الناس كتر خيره، اهو ده يا فزلوك الصغير المنقذ اللي محتاج فعلا انقاذ. بس خليني اوضح لك حاجة مهمة جدا،
أنا مش ضد المساعدة أبدا، ولا ضد العطاء والتضحية، ولا ضد أبدا إنك تكون في ظهر الناس اللي بتحبهم ومحتاجينك، سواء أسرتك أو صحابك أو أي حد محتاجك، لأن ببساطة المساعدة مش جريمة، بالعكس دي وصية وقيمة عالية جدا في كل الأديان وفي كل الأعراف. المشكلة الحقيقية لما المساعدة تبقى هي هويتك، يعني لو بتساعد حد عشان بتحبه فدي إنسانية، لكن يا فزلوك الصغير لو بتساعد حد عشان أنت تحس نفسك تستحق الحب فدي صفقة نفسية ومحتاجة علاج. الفرق بسيط، واللي يحسم الموضوع ده هو النية أو الدافع اللي جواك. يعني نيتك يا فزلوك الصغير هي اللي بتفرق بين العطاء اللي بيشفي والعطاء اللي يسرق منك نفسك. واللي بيسمعني دلوقتي ممكن يكون بيقول لي تمام يا بيتر، أنا فهمت وعرفت المشكلة بتاعتي، أنا بقى عايز أساعد نفسي وأتعالج من دور المنقذ. ممكن تقول لي إزاي؟ يا سلام يا فزلوك الصغير، هو أنت عايزني أنا ألعب دور المنقذ في حياتك؟ لا طبعا، فزلوك على فزلوك ما تفزلكش، بس واضح إني هلعبه برضه. هقول لك تعمل إيه. يعني باختصار كده، مش كل اللي بيساعد فعلا منقذ، بس كل منقذ بيحس بالذنب لو ما ساعدش. والمساعدة الحقيقية تطلع من الامتلاء، إنما الإنقاذ بيطلع من النقص. في فرق بين واحد بيدي لأنه مليان وشبعان، والتاني اللي بيدي عشان يحس إنه موجود والناس عايزاه. طيب يا فزلوك الصغير، خلينا نسيب المسرحية القديمة دي على جنب ونبدأ نكتب سيناريو جديد. إزاي أخرج من دور المنقذ ده من غير ما أحس إني شخص أناني ومش مهتم بمشاكل واحتياجات الناس؟ الحقيقة الشفاء من دور المنقذ أصعب من الشفاء من دور الضحية ودور الجلاد، بس ده قرار شخصي راجع ليك. دي رحلة وعي ولخصتها لك في 4 خطوات. أول حاجة كده يا فزلوك الصغير تعملها إنك تفصل الكهرباء عن الشحن الزيادة. مش كل واحد بيعيط محتاج منقذ. زي ما قالت بالظبط عمتنا ميلودي بيتي في كتابها كوديبندنت نو مور، الانفصال الصحي هو إنك تسمح للآخرين يعيشوا نتائج اختياراتهم. يعني باختصار يا فزلوك الصغير، مش كل واحد بيعيط محتاج منديل فعلا، بعضهم محتاج إنه يعيط بجد، فتشغل له موسيقى حزينة في الخلفية وتسيبه يكمل عياط. كمان دكتور محمد طه بيأكد نفس المعنى في كتابه الخروج عن النص. المشكلة مش انك تدي، المشكلة الحقيقية انك مش عارف توقف، وده اخطر انواع الادمان النفسي، لان وقتها بتحس ان الاحساس بالذنب ده دليل الحب، مع ان في عمقه وحقيقته دليل الخوف. الخطوة التانية، افتح شبكة نفسك. اسأل نفسك أنا عايز إيه؟ مش هما عايزين مني إيه؟ في الحقيقة السؤال ده بيخض ناس كتير، لأنهم هيكتشفوا إن ما عندهمش إجابة حقيقية للسؤال ده، لأنهم ما يعرفوش يجاوبوا عليه أصلا ويواجهوا الحقيقة. أليس ميلر في كتابها The Drama of the Gifted Child قالت الطفل اللي نسي مشاعره عشان يرضي الكبار لما بيكبر بيبطل يحس بنفسه وما يعرفش يعبر عن نفسه وعن احتياجاته. ثالث حاجة يا فزلوك الصغير، قول لأ بمنتهى الوضوح والحب. زي ما قال هنري كلاود في كتابه باوندريز، المساعدة من غير حدود تساوي اعتداء نفسي ناعم. يعني يا فزلوك الصغير لما تقول لأ مش معناها انك اناني، لكن معناها ببساطة انك بتحافظ على طاقتك عشان تقدر تقول نعم في الوقت الصح. الخطوة الرابعة يا فزلوك الصغير انك تساعد وانت فعلا شبعان. يعني في مرحلة معينة ووقت معين انت لازم تسأل نفسك انا بساعد ليه؟ هل عشان بحب ولا عشان خايف ابطل اكون محبوب؟ العطاء الناضج هو اللي بيخليك حي، مش اللي بيستهلكك، مش اللي بيستنزف اخر نقطة اكسجين جواك. العطاء الصح بيقول أنا هنا بس مش مسؤول عن سعادتك، ودي مش قسوة ولا أنانية. في النهاية يا فزلوك الصغير، المنقذ مش محتاج يتوب عن المساعدة، هو محتاج يتوب عن النسيان، نسيان نفسه ووجعه، ونسيان إن اللي بيحب مش لازم يصلح عشان يتحب ويتقبل. كل واحد فينا عنده بطل صغير جواه، بس البطل الحقيقي مش اللي بينقذ الناس، بالعكس ده اللي يعرف إمتى يخلي الناس تكتشف قوتها الحقيقية فين. عارف كده يا فزلوك الصغير، لما تحس نفسك منقذ البشرية ومبعوث الرحمة الإلهية، ده أول وأكبر دليل إنك بتلعب دور المنقذ. عمتنا ميلودي بيتي قالت في آخر كتابها كوديبندنت نو مور، كل مرة تختار نفسك أنت مش بتخسر الناس، أنت في الواقع بتسترجع روحك ونفسك. ودكتور محمد طه في كتابه لأ بطعم الفلامنكو قال الوعي مش إنك تبطل تحب، الوعي إنك تحب بطريقة متزنة ما تكونش بتستهلك فيها نفسك وطاقتك. يعني خلي بالك، المساعدة اللي طالعة من جوع نفسي وخوف بتوجع، لكن المساعدة اللي طالعة من حب وامتلاء بتشفي. المنقذ الحقيقي مش اللي بيشيل العالم، لكن هو اللي بيشيل نفسه الأول عشان يعرف يكمل. وخلي بالك يا فزلوك الصغير، مفيش نهاية سعيدة للي عايش في طوارئ الآخرين 24 ساعة. قوم خد نفس، والمرة الجاية لو حد قالك سيبها عليا
جرب تقول اوكي مفيش مشكلة، ولو سابك لسه عايش تعال بقى احكي لي في الكومنتات ايه اللي حصل. استناني يا فزلوك الصغير في حلقة جديدة الاسبوع اللي جاي من برنامج فزلكة وشوية دردشة، واللي هنكمل فيه مشوارنا في مثلث الدراما. ما تنساش يا فزلوك الصغير تعمل لايك وشير للفيديو دوت، ولو بتشوفني على يوتيوب اعمل سبسكرايب لانه ده بيدعمني فعلا وبجد.